السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة شروحات شركة ماي واي. زي ما وعدتكم من الحلقة اللي فاتت إننا هنتكلم إزاي ناخد أكتر استفادة من الطلبية والأوردر بتاعنا. اتكلمنا قبل كده وعرفنا التنشيطات وهدايا 160 نقطة والعروض الأسبوعية والبرنامج. طيب النهاردة هنتكلم وأنا بعمل الطلبة بتاعتي إزاي آخد أكتر استفادة من كل دول. الشهر اللي احنا فيه ده الخطوة الأولى من البرنامج بتاعه هي 325 نقطة. لو فرضناهم هنلاقيهم 2 من هدايا 160 نقطة وتنشيط واحد. إيه، لو انت هتجيبهم في يوم واحد هيبقى عرض اسبوع واحد بس. طيب انا دلوقتي اقدر اعمل 3 تنشيطات في الشهر وفي كل فترة من فترات العرض الاسبوعي. يعني انا مثلا عاجبني الاسبوع الاول، تمام، وعاجبني الاسبوع التاني وعاجبني الاسبوع التالت بس، وفي تنشيط في الاسبوع الاول وتنشيط في الاسبوع التاني وتنشيط في الاسبوع التالت. ليه لا ما استفادش بكل ده؟ مثال انا دلوقتي عندي تنشيط من يوم 18 ليوم 21، تمام، بيقول لي اعمل 225 نقطة واحصل على معطر مفروشات وسبراي منظف تلاجات. التاريخ ده ميعاده في العرض الاسبوعي التاني، تمام. طب انا لو ما كنتش عملت اي نقطة في العرض الاسبوعي الاول او ما كانش عاجبني العرض الاسبوعي الاول، الحق نفسي وعرض الاسبوع التاني لو عاجبني الحق نفسي واعمل الاسبوع التاني، تمام، استفاد من العروض الاسبوعية. طيب العروض الاسبوعية بتكون طبعا متنوعة بحيث لو مش عاجبني عرض تلاقي العرض تاني. يعني مثلا انا مش عاجبني عرض الاسبوع التاني، ممكن اشتغل على عرض الاسبوع الاول او اشتغل على عرض الاسبوع التالت. مش عاجبني عرض الاسبوع الاول وهكذا، تمام. يعني كل شخص او كل عضو في ماي واي هيقدر يستفاد من العروض الاسبوعيه. اخر استفاده اني هزود المكافاه بتاعتي. احنا قلنا بدايه المكافاه من 200 نقطه، وانا هعمل تنشيطه 225 نقطه، يعني هاخد 100 هدايا 160 نقطه مره واحده بس، واستفدت بشراء العرض الاسبوعي، تمام، وخدت التنشيط وقربت من ايه، من نقاط البرنامج، وهزود رصيدي في المكافاه بتاعتي. انا المكافاه بتاعتي احنا عارفين ان هي بتبدا من 200 نقطه، وانا لما اعمل 225 نقطة يبقى انا بدأت اخد مكافأة، تمام. هننتقل لحاجة تانية، تمام، وهي الفاتورة. اغلب الاعضاء الجديدة ما بيكونش فاهمين او بتتلخبط في الفاتورة، تمام. انا جبت لكم فاتورة صغيرة، تمام، بتاعت شخص متابعنا وهنشر عليه. دلوقتي هنا مكتوب هنا رقم العضو. الرقم المتشخبط عليه ده هو رقم العضوية بتاعتك او كود الاشتراك بتاعك، تمام. ده انت لما بتديه بيبان له هنا اسم العضو اللي هو السطر التاني على طول. السطر التاني على طول. طب ايه الرقم الكبير ده؟ الرقم الكبير ده هو رقم الفاتورة. ما احنا كأعضاء ما يهمناش أوي الرقم ده. هنا طبعا بيكون التاريخ، الفاتورة دي معمولة بتاريخ كام والوقت بتاعها انت ايه، والساعة والدقيقة والثانية، تمام. طيب هنيجي هنا لقلب الفاتورة بقى، تمام. هنا بيقول لي كود الصنف وكمية مستلمة وكمية محجوزة واسم الصنف وسعر الوحدة وسعر المية. ايه الكلام ده؟ انا ساعات بتلخبط في الكلام ده. طيب هو كود الصنف ده، يعني احنا كنا قلنا قبل كده ان كل منتج من منتجات شركة ماي واي ليها كود بتميزه عن غيره، تمام. يعني مثلا هنا زيت الكليوباترا التنعيم، ال 100 مللي الكودو 1101، تمام. انا مش شايف الكود بالظبط بس طبعا الشنط، تمام، لا الأكياس بتاعت ماي واي 2400. طبعا الشنط دي انت بتاخدها مجانا، تمام. خلينا في زيت الكليوباترا. احنا دلوقتي سعر الفاتورة بتاعته 7.5. طب سعر الإجمالي 7.5. طيب ايه الفرق بين السعر الواحدة والسعر الإجمالي؟ تمام. الكمية المستلمة دي أنا اشتريت قطعة واحدة بس. أنا هشتري قطعة واحدة بس. أنا القطعة الواحدة دي ب7.5. طب إجمالي القطعة اللي أنا جبتها من المنتج ده هي قطعة واحدة بس ب7.5 برضه، تمام. الكمية المحجوزة دي هي المنتج ده ممكن ما يكونش موجود دلوقتي، انا وعليه عرض حلو جدا وانا بحب المنتج ده والعرض ده كويس معايا، عرض 50% مثلا او عرض 1+1 ايا كان، تمام. المنتج ده لو مش موجود كمية مستلمة في الشركة باخده أنا كمية محجوزة، تمام. بقول الأوبريتور أو الموظف هيقول لي محجوز، تمام، يتحجز، ينفع يتحجز. أنا بقول له لو هو عاجبني العرض عاجبني بقول له احجزهولي. معنى الحجز إيه؟ اللي أنا دلوقتي بدفع فلوس مقدما بس باخده المرة الجاية، أو المرة الجاية لما أجي ويكون موجود بقدر أسيبه من غير ما أدفع فلوس تانية،
تمام. ده ميزة كويسة لما بيكون عندي عرض كويس 50% أو 1:1 مطلوب مني ومش موجود حاليا، وإحنا حاليا في آخر الشهر. غير كده ما بحبش أو ما بفضلش إن أنا أحجز منتج أو منتجات شركة ماي واي معلهاش عروض. تمام. يعني عن نفسي أنا شخصيا ما بحبش أحجز منتج مش عليه عروض وإحنا في أول الشهر. تمام. بفضل لما أجي المرة الجاية ويكون موجود. تمام. الشنط دي انت الاكياس بتاعتك اللي انت بتعبي فيها الحاجة بتاعتك بتكون موجودة في الفاتورة بتاعتك، بيكون العدد موجود، بتحط لك على حسب الكمية بتاعتك. تمام. بتنزل اوتوماتيك 3 أو ايا كان بتاع. تمام. دلوقتي لو بصينا هنا هنلاقي حاجة اسمها مصاريف إدارية وكودها 91. المصاريف الإدارية دي بتكون على الفاتورة اللي هي فيما فوق 20 جنيه، تندفع مرة واحدة بس. يعني أنا مثلا النهاردة جبت منتجات وطلعوا ب30 جنيه مثلا، فوق ال20 جنيه عموما يعني هدفع عليهم 3 جنيه. طب لو جيت تاني نفس اليوم عملت فاتورة تانية مثلا 160 نقطة، تمام، هدفع مصاريف إدارية تانية؟ لا، المصاريف الإدارية دي بتندفع مرة واحدة بس في اليوم. يعني لو عملت النهاردة فاتورة والتاني يوم عملت فاتورة هدفع برضه مصاريف إدارية طالما فاتورتي تعدت 3 جنيه. تمام. بالنسبة في حاجة هنا مش موجودة بس حابب أشرحها لكم، عرض 1:1 أو عرض 2:1 بيكون موجود إزاي. عرض 1:1 يعني احنا شرحناه قبل كده، اشتري منتج وخد التاني هدية. تمام. هتلاقي مكتوب هنا كمية مستلمة 1، تمام، كمية محجوزة 0، السعر، الاسم الصنف والسعر بتاعه. وهتلاقي مكتوب تاني برضو تحت الكمية المستلمة بس هتلاقي السعر هنا 0. تمام. تلاقي السعر هنا ايه؟ 0. انا بشتري منتج واحد بس وباخد التاني هدية. تمام. يعني بشتري المنتج ده باخد اللي بعده هدية. طب بالنسبة لعرض 2:1 نفس الكلام. تمام. سعر المنتج واحد هنا بس، كود الكمية المستلمة 2. تمام. اسم الصنف، أنا بشتري قطعتين بضرب السعر الأولاني 7.5 هنا والسعر الإجمالي هيكون مثلا 15 جنيه. تمام. بشتري قطعتين 2:1 بشتري قطعتين وباخد التاني هدية. تمام. بيكون هنا الهدية بتاعتي بصفار، سعر الوحدة بصفار، ما بيدفعش عليها فلوس. تمام. هنا لو بصيت تحت هنا خالص هلاقي ال15 دي عدد الكمية المستلمة. كمان 1:3 وهكذا هكذا هكذا. هنا بيكون هنا 15. الزيرو دي عدد الكمية المحجوزة، أنا ما حجزتش حاجة في الفاتورة دي. إجمالي النقاط أنا عملت 44 نقطة بس. تمام. أو العدو ده يعمل 44 نقطة بس. وهنا بيكون الفلوس بتاعتي أنا إجمالي الفلوس بتاعتي اللي هو إجمالي السعر ده، مش السعر ده. تمام. إجمالي السعر ده. وبكده يكون شرحنا الفاتورة بتاعتنا. تمام. وإن شاء الله ما يكونش فيها أي حاجة، لو في أي استفسار برضو يا ريت تكتبوا لنا تحت الفيديو. طب إيه هي مواعيد صرف المكافأة بتاعتي؟ أنا دلوقتي عملت 200 نقطة أو أكتر من 200 نقطة فيما فوق وعايز آخد المكافأة بتاعتي. طب آخدها إزاي؟ تمام. المكافأة بتاعتي المواعيد الرسمية بتاعتها من يوم 5 ليوم 15 من الشهر التالي. يعني مثال أنا دلوقتي عملت 200 نقطة في شهر واحد، هاخدها إمتى؟ أو في شهر يناير قصدي، هاخدها من يوم 5 ليوم 15 في شهر فبراير اللي هو شهر 2. تمام. طب أنا ما قدرتش آخدها في الوقت ده من يوم 5 ليوم 15، يبقى كده تروح عليا؟ لا، الشركة بتقول لي لو أنت ما خدتش المكافأة بتاعتك من يوم 5 ليوم 15 تقدر تاخدها من يوم 25 لنهاية الشهر في الشهر التالي المقرر فيه صرف المكافأة. يعني أنا دلوقتي عملت النوت بتاعتي في شهر واحد، تمام، بس ما خدتش المكافأة بتاعتي في شهر 2، هاخدها من يوم 25 نهاية الشهر من شهر 3. يعني هقعد الشهر اللي بعد شهر المكافأة بتاعتي. تمام. آخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة وهي كيفية الشحن في شركة ماي واي. احنا عارفين اللي في شركات الشحن الموجودة بره بندفع أول كيلو على الأوردر بتاعنا ب25 جنيه، والكيلو اللي بعد كده بيكون ب5 جنيه أو 5.5 على حسب الشركة يعني. تمام. عندنا في ماي واي حاجة مختلفة خالص. في أول حاجة أول كيلو دي في الشركات التانية عندنا في الشركة اسمها رسوم فتح منطقة. يعني مثلا المنطقة بتاعتي رسوم فتح منطقة ب8 جنيه ب9 جنيه أو 10 جنيه. وبعد كده أي كيلو بعد كده أو أي كيلو عدد الكيلوات الأوردر بتاعي ب4 جنيه. يعني مش هقولك ب5.5 زي الشركات التانية، لا، احنا عندنا الشحن عندنا مدعم، بيكون الرسوم فتح منطقة
وبعد كده أي كيلو في الطلبية بتاعتنا بيكون ب4 جنيه، يعني الفاتورة بتاعتك كلها ما تعداش ال20 جنيه، أو ما تعداش خالص ال30 جنيه. تمام. طول ما الفاتورة بتاعتك بتكبر أو عدد الوزن بتاعك بيكبر، الفاتورة بتاعتك أو الشحن بتاعك بيزيد. بس عادة لو أنت جايب 200 نقطة 300 نقطة مش هيعدي 15 جنيه. تمام. كده نكون خلصنا شرح شركة ماي واي، وازاي استفدنا من العروض، وازاي عرفنا كل المميزات اللي فيها وعرفنا كل حاجة. انت لو عندك اي سؤال سيبهولنا تحت الفيديو ان شاء الله. وما تنساش لو الفيديو عجبك او الفيديوهات كلها عجبتك متنساش لايك واشتراك في القناة وشير الفيديوهات. واستنونا في شروحات تانية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.